دايمًا كده بيكون في زي stigma أو بنبقى حاسين إن الست لازم تختار، يا أبقى ناجحة أو أو لو ما عملتش أو نجحت في حاجة هابقى مقصّرة في حتّة، بس دايمًا الحتّة دي بتكون في دماغ كل ست. أنا خايفة أقصّر، أنا لو نجحت في ده هاعمل إيه، طب ولادي، طب بيتي. النهارده بقى معانا نموذج ناجح ما شاء الله في كل حاجة، بتسمعوا اسمها أو بتقروا اسمها في كل المهرجانات، الأفلام، مع كل الcelebrities. بس الجانب اللي هنشوفه بقى النهارده إن هي إزاي عارفة توازن ما بين كل حاجة. مي جلال، عاملة إيه؟ ازيك عاملة إزيك؟ ايه؟ أنا مبسوطة أوي إن أنتِ معانا النهارده. وانا جدا جدا جدا. بجد سعيدة. بس النهارده بقى هنتكلم على مش الtypical الحاجات مش styling tips والحاجات دي، لأ، إحنا هنتكلم عن مي ابتديتِ إزاي، الأم، الزوجة، بتعملي كل اللي بتعمليه ده إزاي؟ أم، بصي والله انت يعني في الانترودكشن كنت لسه بتقولي ان احنا بنبقى مش عارفين نعمل ازاي، وقلتي بحاجة خطيرة. تقولي ناجحة في حاجات كتيرة او في كل حاجة. بصي انا بشوف ان احنا كلنا ناجحين. إمم، ولما حتى حد يقول لي هو انت ازاي، بقى انا عندي 3 عيال ما شاء الله، أيوه. وباشتغل ستايلست. فإزاي عارفة تعملي ده أو إزاي، فابتدي أقول ما أنتِ كمان عارفة تعملي اللي أنتِ بتعمليه، ما أنتِ كمان إمم. عارفة ده كلنا. يعني كلنا في نفس الcircle بس باختلاف كل واحد إيه اللي بيعمله جوّه. نبتدي من الأول بقى أصلًا أنتِ يعني قبل ما الحتّة بندخل في إنِّك عندِك كام طفل وكده، بس إيه اللي خلاكِ أصلًا تدخلي في حتّة الstylist دي؟ أنا من وأنا صغيرة يعني مثلًا سِن 9 سنين وأنا باحب الخياطة أوي، يعني كنت دايمًا بالعب بالBarbies والعرايس إن أنا باحب اللبس اللي هُم جايين بيه أغيّره وأعمل لهم لبس. فكان بيبقى مثلًا عندنا في البيت إشاربات، الحاجات دي بتاعة مامتي، فتسيبني ألعب بيها إن أنا أقصقصها وأخيّطها وأركّب فيها أستك وأسرّجه وتبقى skirt تبقى top يبقى فستان. يعني كنت باقعد أخيّط للعرايس. إمم. وبعدين واحدة، واحدة لمّا كبرت، لمّا بابقى قاعدة مثلًا ما باعملش حاجة، بابتدي أعمل لبس، أعمل outfits على بعض. يعني ده اللي باعمله في وقت فراغي أو أرسم، أنا باحب أرسم أوي. إمم. وبعدين مع الوقت طبعًا منى زكي بنت خالتي وهي أختي، إحنا طول عمرنا كنا ساكنين مع بعض في نفس العمارة. ف فطبعًا هي من وهي صغيرة أوي ابتدت تمثّل، فكنت بابتدي أشوفها إنها رايحة المسرح عند محمد صبحي، فاروح مع خالتي معاها وهي رايحة تاخدها، رايحة تصوير فنروح نتفرّج، رايحة بحكم إن إحنا قريبين أوي من بعض، فكنت بابقى دايمًا رايحة أتفرّج وشايفة إيه اللي بيحصل وكده. زمان ما كانش في stylist، إمم. كان في آمم مصممين أزياء للأفلام اللي هي محتاجة حد يبقى ليه، يعني في يعني مصممة أزياء ليه، زي ناهد نصر الله اللي اللي هو عاملة قصدِك إن لو في المهاجر حاجة مثلًا ليها في حقبة زمنية معيّنة أو كده، بالضبط كده. بيعملوا تصميمات أيوه، صح؟ آه. فناهد نصر الله دي أستاذتي، دي أنا ابتديت معاها مساعدة معاها. بس بقية الحاجات التانية الأفلام بقى اللي هي بتبقى أفلام عادي، الناس لابسة لبس عادي casual وكده، كان بيبقى مهندس الديكور هو اللي بيبقى مسؤول عن الملابس في إمم. الأفلام. فبالتالي الممثلين كانوا هم اللي بيشتروا اللبس ويبتدوا يشوف مهندس الديكور ده تمام ده إيه، لإن عنده الvision بتاعة الcharacters في الفيلم لابسين إيه، شكلهم إيه، ألوانهم إيه. فكانت ساعات بابقى شايفة ده في البيت بيحصل، إن منى بتجيب لبس وهتبتدي تبقى محضّراه للفيلم وتروح بيه، وهناك بقى تختار، فساعات كنت أقعد أختار معاها في البيت، كنت صغيرة في المدرسة يعني. إمم. باحب اللبس، باحب الخياطة. أنا حتى بعد كده أنا درست جامعة القاهرة آداب English. آه بجد، مش حاجة ما لهاش علاقة خالص. ما لهاش علاقة خالص، كنت باحب أرسم أوي، كان نفسي أدخل فنون جميلة وما نجحتش في امتحان الرسم بتاع قدرات الثانوية أنا العامة. كمان القدرات ما إمم. أعرفش ليه. لا ما نجحتش برضه. بس إمم. واشتغلت وأنا في الجامعة، أوكي. اشتغلت بقى مساعدة مع ناهد نصر الله. طب ليه ما دخلتيش حاجة أصلًا ليها علاقة بالstyling؟ بعد ما خلّصت الجامعة واشتغلت، أنا already بقى باشتغل وأنا في إمم. الجامعة مساعدة مع أوكي. ناهد. درست،
بس درست بقى باترونات، ما درستش styling إمم. أول حاجة. وخياطة وكده، أنا باحب أوي التفصيل. إمم. وبعدين وبعدين بعد كده درست styling، خدت courses، خدت حاجات كمان sketches، إن أنا عايزة أبقى بارسم بطريقة professional أكتر. كل ده وأنا باشتغل أصلًا وباعمل أفلام لوحدي بقى وكده. يعني أنتِ ابتديتِ تشتغلي من وأنتِ أصلًا في الجامعة، آه، وprofessional يعني بتروحي وتخلّصي جامعة وتروحي تشتغلي وتخلّصي تصوير آه، والكلام ده آه، كلّه. ده أنتِ بادئة من بدري أوي، يعني من وأنتِ صغيّرة آه، خالص. كان من زمان أوي. الكلام ده بقى مثلًا من إيه 21 سنة أو 22 مش سنة. مهم يعني مش آه. مش مهم. بس يعني طَب أنتِ الشغل بتاعِك، طَب إحنا على كده لأ، أنا فاكرة إن أنتِ يعني إيه إحنا بقى أنتِ داخلة أصلًا عالم الجواز والأمومة والحاجات دي، وأنتِ أنتِ عندِك الcareer بتاعِك اللي هو مُتعب أوي. يعني وإحنا بنتفق أصلًا على الميعاد عشان تيجي، أنتِ مسافرة الweekend اللي جاي واللي بعده، مسافرة الأسبوع اللي بعده، وبعد كده الجونة فهو الموضوع صعب أوي. يعني عرفتِ إزاي تدخّلي كلّه في بعضه يعني؟ مش عارفة. لأ هاقول لِك، هي بُصّي، هو الموضوع بيبقى عبارة عن هنقول أسلوب حياة، إمم. أوكي، أنتِ هتعمليه لنفسِك، وهتبقي شايفاه، وهتبقي مصممة عليه، فهتحاولي جدًا، جدًا إنِّك تحققيه. فلمّا بتحاولي جامد في حاجة، أنا مقتنعة أوي، أوي بالكلام ده، إنِّك لمّا بتبقي شايفة حاجة يعني حاطاها في دماغِك إنِّك هتعمليها. فلمّا بتبقي مقتنعة إنِّك لأ هتعمليها، لأ هتنظّمي الوقت، لأ مش عارفة إيه، في الآخر بتلاقي إن أسلوب الحياة خدِك إنِّك رايحة إنِّك بتعملي ده. أوكي. يعني إزاي؟ ساعات ممكن ناس تقول ده كلام، إمم. أوكي، إن لمّا يبقى عندك حاجة خلّي عندك إصرار وعزيمة واعملها، بس أنا هاعملها إزاي؟ ما أنا هابتدي إزاي؟ ما أنا هابتدي منين؟ إمم. الكلام ده كلّه. بُصّي أنا اشتغلت أنا اتجوّزت بعد ما كنت باشتغل مثلًا ب9 سنين أو حاجة، يعني كنت باشتغل وابتدى يبقى ليّا اسم في الشغل عندنا وكده. إمم. وبعدها ولعلمِك في الوقت ده كمان كنت فاتحة أتيليه. أوكي. كان عندي فتحت أتيليه evening dresses wedding dresses لمدة سنتين، إمم. بجانب إن أنا باشتغل stylist. أوكي. هنا بقى بجد ما كنتش باروّح، وكنت single يعني ما وراييش حاجة في حياتي غير الشغل. إمم. بعد كده اتعرّفت على جوزي واتجوّزنا بسرعة جدًا، وحصلت اتعرّفت عليه كان وقت الثورة بعدها. فalready كنت ابتديت إن أنا الأفراح كلّها بتتأجّل، الحاجات كلّها لسه يعني أوكي. في حظر وحاجات كده. أيوه. ف فابتديت أقفل الأتيليه، قُلت هاقفله مؤقتًا وبعدين نبقى نشوف هافتحه والّا لأ. ماشي. فبعدها لأ، مش هاعرف أعمل الاتنين، إمم. مش هاعرف أبقى stylist وعندي باعمل فساتين وأتجوّز وأخلّف، أوكي. فخلّينا في الشغل نختار حاجة، أوكي؟ ما هو ده بقى فكرة إنِّك هترتّبي نَفْسِك الأولويات. أولويات، وهترتّبي نَفْسِك، هتفكّري وتحاولي بقى بالترتيب ده إنِّك تبتدي تمشي عليه. إمم. اتجوّزت، خلّفت على طول أول بنتي. ما وقّفتش الشغل خالص، بالعكس أنا خلّفت وأنا باصوّر. إمم. آمم، آمم، كان عندي أكيد اكتئاب بتاع ما بعد الولادة زي كل الناس، إمم. وإني مش عارفة وأعمل إيه وكده. بس آآ، اكتئاب بتاع الولادة والّا هو المسؤولية يعني نقول؟ لأ اكتئاب الولادة لإني كنت تخنت جدًا، جدًا، وأنا كنت طول عمري رفيّعة جدًا، وكنت فاكرة إن أنا هابقى cute وأنا حامل. ما طلعتش cute أبدًا. إمم. فكان اللي هو يا لهوي أنا ولدت أهو بقى ما باخسّش ما ليه؟ باخسش ليه؟ فاكرة كده؟ إمم. فكان كل حاجة بقى بالنسبة لي مختلفة. وآمم ما كانش معايا مامتي متوفية من وأنا في الجامعة. أتصرّف إزاي، أعمل إيه، طَب ما أنا عندي شغل، طَب كده. الحمد لله كان يعني حماتي بتساعدني، أختي، الحاجات دي كلّها. بعدها على طول بعدها بسنة ونُص حملت في twins. إمم. فلمّا عرفت إن هُم twins ممكن نقول هنا بقى دي كانت turning point في حياتي. إمم. إن أنا عرفت إن أنا حامل وأنا كنت قاصدة إن أنا يعني يالّا نجيب أخت أو أخ بسرعة، أوكي. يبقوا قريبين من بعض وكده. بس إن هُم twins دي كانت خبر
الخضة بقى بتاعة كانت الtwins. خضة جامدة جدًا، 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 يعني وأنا عند الدكتور يعني زي الأفلام جالي bleeding من الخبر وباعيّط وكده ويا نهار أسود وهيناموا فين، طب أنا مش رايحة الشغل، طب هنعمل إيه، طب كده. ابتديت يعني من هنا ابتديت إن أنا أعرف يعني إيه الحاجات اللي هي بنسمع عنها طول الوقت، إنِّك تبتدي تقري عن التنمية البشرية وإزاي تاخدي courses، إزاي ممكن لو عايزة تروحي لprofessional help إمم. يساعدِك إنِّك تفكّري إزاي، إنِّك ترتّبي أفكارِك. لجأتِ لحد professional يعني. لجأت لحد طبعًا، لإني كنت حاسة إن الدنيا وقفت، إن إمم. أنا وقفت من ناحية إيه؟ يعني كنتِ حاسة إن ده مأثّر على حاسة إن شغلِك، على مستقبلِك، على أحلامِك اللي أنتِ عاوزاها؟ كنت حاسة إن أنا الدنيا وقفت في كل حاجة، وقفت في شغلي، إن كل اللي أنا باحلم بيه ده مش هيكمل. إمم. أنا معايا طفلة عندها سنة ونُص وأصلًا لسه باحاول أستوعب بنعمل إيه. نعمل إيه؟ إمم. فأنا حامل في twins. وقفت إن أنا لسه متجوزة أصلًا. أنتِ أول ما اتجوزتِ خلّفتِ على طول؟ خلّفت على طول بعدها ب9 شهور. آه. خلاص. طب ده أنا لسه خاسة حالًا، لإني كنت تخنانة 46 كيلو. ده أنا لسه خاسة حالًا، أنا لحقت إن أنا يعني هاعمل إيه؟ طب أنا يا دوب ابتديت أتأقلم، طب أنا هاتصرّف إزاي في البيت كان ساعتها صغير، إمم. أصلًا كان أوضتين، فهنعمل إيه؟ فابتديت إن أنا لأ، يعني ما سِبتش نَفْسي للdepression. ابتديت من ساعتها إن أنا طَب يالّا ابتديت أقرا، ابتديت أدخل في الgroups بتاعة الtwins، ابتديت أعرف إن في حاجة اسمها روتين إن هامشي عليه. في الحاجات اللي أنا اتعلمتها بقى يعني من الحد اللي كان بيساعدني العلاج. ساعتها بالضبط حد professional، إن أنا أطلب المساعدة. إمم. لإن ساعات كتيرة جدًا إحنا ما بنبقاش عايزين إن أنا خلاص أنا هاعمل كل حاجة، تمام، 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 إمم. أوكي، أنا يعني هاتصرّف. إمم. أوكي، ساعات كُلّنا بنعمل كده كستات يعني مش عارفة عشان بتبقى جاية ممكن من الحتّة بتاعة إيه ده، يعني أنا مش مقصّرة أو أنا مش فاشلة أو إني ما أعرفش ليه دايمًا بنفسّرها إن أنا لمّا أطلب مساعدة يبقى أنا فاشلة، أنا فشلت فإن أنا أو إن أنا مش هاعرف أعمل يعني خلاص أنا هاتصرّف، أنا هاعمل أو إمم. كده، أو أنا مش كده، أو ما حدّش هيعرف يعمل اللي أنا عايزاه، إمم. مش هتفهموا قصدي تعمله إزاي. لأ، نطلب المساعدة من أي حد حوالينا قريب، بأي شكل هو هيقدّمها لنا، إمم. نتقبّلها، لإنّها هتساعدنا كتير وهتسهّل علينا الدنيا. إمم. يعني دي حاجة مهمة أوي لغاية دلوقتي، إن إحنا ما نبقاش seeking perfection. مش لازم كمان لمّا حد هييجي يساعدني في حاجة إن أنا أبقى عايزاها على مزاجي، إمم. خلاص، أو بالطريقة دي، لأ خالص إطلاقًا، بدل هتتعمل تتعمل، والدنيا هتمشي والدنيا تبقى أبسط. لإن بس أنتِ بتقابلي ستات أنتِ شغلِك كلّه مع ستات، إمم. فهل دي حاجة في الستات أصلًا؟ يعني مع كل الستات أنتِ بتقابليها، دي حاجة أنا باحس إن إحنا ممكن تكون تربيتنا أو حاجة بيطلّعونا كده من وإحنا صغيرين، إنه طول الوقت we're seeking perfection زي ما بتقولي، إحنا عايزين كل حاجة زي 100% ولازم تبقى معمولة بمزاجنا ونتكسف إن إحنا نطلب مساعدة ده في الستات عامةً والّا في كل الناس؟ لأ متهيأ لي ده في الستات مش في الرجالة. الرجالة يعني دماغهم مش هتبقى زينا أبدًا، إمم. يعني عادي ما هنعملها whatever بس إزاي يعني وإمتى. خلاص. إيه المشكلة ما تفضل قاعدة يعني بالضبط، لكن لأ، هي إحنا الستات اللي بنبقى عندنا مليون حاجة عايزين نعملها، وعايزين نعملها بشكل معيّن، وعايزين نوصل كلّنا seeking perfection، والperfection بالنسبة لي غير بالنسبة لِك، غير بالنسبة لكل حد. ف علشان كده إحنا كلّنا معظمنا عندنا feel of guilt طول إمم. الوقت. إحنا معظم الوقت كلّنا حاسين إن إحنا مقصّرين. إمم. مقصّرين ناحية الشغل ساعات، لإنِّك وأنتِ بتشتغلي مُخِّك في البيت وفي العيال ومين عمل إيه واتغدّوا إمتى هيوصلوا قبل ما أنتِ تكوني لحقتِ تزوّغي من الشغل والّا ما زوّغتيش، والحاجات دي مقصّرة. وهاقول لِك حاجة كمان، إحنا مش بس بنحس إن إحنا ساعات مقصّرين،
إحنا بنحس إن إحنا كمان بعد كل الهرتك ده، إحنا مش مؤثرين مع الناس القريبين في حياتنا، لإن إحنا بنبقى كلنا عايزين نبقى مؤثرين في حياة إخواتنا، صحابنا، جوزِك، عيالِك. أنتِ ساعات بتعلى معاكِ تقولي أنا مش مؤثرة في حياتهم لإني كنت مقصرة، فبالتالي أنا ما لحقتش معظم الfamily gatherings اللي إمم. اتعملت في الweekend لإني كنت باوصّل عيالي أعياد ميلاد. وفي نفس الوقت أنا ما قعدتش أصلًا في العيد ميلاد مع الmummies زي ما هُم قاعدين. إمم. وفي نفس الوقت أنتِ كنتِ هلكانة بالليل إنِّك أصلًا تقعدي تفتحي عينِك تتفرّجي على فيلم مع جوزِك وتتعشوا، مش هاقول لِك إنِّك تلبسي وتخرجي. وفي نفس الوقت فبالتالي كلّها حاجات كده كتير أوي، فبتبقي حاسة بfeel of guilt وكمان عدم تأثير في اللي حواليكِ. كلّنا إمم. بنبقى عايزين إن هُم يبقوا يعني إن هُم يبقى القعدة من غيرِك مختلفة ناقصاكِ، بس بتحسّي ساعات مع الوقت إن خلاص ما هو أنتِ كده مش هُم موجودة، اتعودوا على عدم وجودك. فما بقاش إمم. عادي، ما بقى عادي إن أنتِ مش موجودة، فبتحسّي إنِّك متضايقة إنِّك لا طُلتِ ده ولا ده ولا ده. بس في الحقيقة إن إن لأ، أنتِ عملتِ كل الحاجات. في الحقيقة إن أنتِ في مرّة قعدتِ قعدة quality time مع الmummies، لإن ساعات كتير أنا كنت باقعد أهزر معاهم، أقعد أقول لهم إحنا ليه لازم نبقى best friends؟ ما عيالنا هم اللي هيبقوا best friends وخلاص، إحنا هنبقى علاقة طيبة علاقة وكده. لذيذة بس مع الوقت أنتِ بتعرفيهم وبيدخلوا في حياتِك أوي وهُم كمان، فبيبقوا صحاب، غير الصحاب القُدام بتوع المدرسة اللي ما يتعوّضوش، غير الإخوات طبعًا، هُم اللي بيقدّروا كل حاجة في الدنيا أنتِ بتبقي فيها وبيساعدوكِ وكده، غير العيلة، غير الجوز لو جوزِك حد يبقى حظّه حلو وجوزه بيساعده أو بيدّي له support. في الآخر لأ، أنتِ بتبقي حضرتِ كل ده وبتبقي مؤثّرة بشكلٍ ما غير اللي أنتِ عايزاه، بس الإحساس بالذنب هو اللي بيوصّلنا لده. بجد. هي فكرة إن إحنا يعني أنا باحس إنه إحنا من كتر الحاجات اللي في دماغنا بقى في وَش في دماغنا كده، فأنتِ مش عارفين اللي هو نlive the moment، يعني مش عارفين نبقى وأنا قاعدة مع ولادي عارفة أدّيهم 100%. يعني أنا باقول لك ده اللي ممكن يكون الأمهات أيوه، أنا وأنا قاعدة مع ولادي بابقى بافكّر في الشغل، بافكّر بكرة هاعمل إيه، وبعدين لمّا باروح الشغل بابقى بافكّر فيهم أنا المفروض هاعمل لهم إيه، فأنا لا محصّلة ده ولا محصّلة ده. بالضبط هو ده، ما هو ده اللي باقول لِك إنِّك بتبقي حاسة بالذنب وطول الوقت في أي حتّة، إمم. في أي حتّة أنتِ فيها هتبقي حاسة بالذنب في الحتّة التانية اللي أنتِ مش فيها. إنِّك ما حضرتيهاش، ما عملتيهاش، بس أنتِ أصلًا مُخِّك مش هنا، مش حاضر. آمم، السوشيال ميديا برضه بتأثّر علينا جدًا، جدًا، إمم. لإنّها بتورّينا كل حاجة اللي هي الperfection اللي إحنا بنتكلّم عليه، وهو ده مش حقيقي. إمم. مش حقيقي خالص. أنا في وقت من الأوقات من كذا سَنة كانت فكرة الإنستجرام دي جابت لي إحباط رهيب، إن أنا إن أنا مش قادرة، دي full time job إن أنا أبقى قاعدة أواكب اللي بيحصل. وبعدين هو في نفس الوقت هو مهم. وبالذات أنتِ عشان شغلِك أصلًا، فأنتِ بالضبط، لازم يبقى ليكِ هو وجود مهم يعني. أوي لإن في حاجات كتيرة أوي ليها علاقة بالشغل بتتعرف إن أنتِ اللي عاملاها منّه. إمم. وفي نفس الوقت لأ، أنا مش لاحقة إن أنا أبقى قاعدة أpost وأكتب وأعمل وcaption تبقى إيه والحاجات دي، ومش creative أصلًا لحاجة زي كده. وفي نفس الوقت طَب أنا حاسة إن في ناس سابقاني أوي وهُم أصلًا مش قُدام زيي فيه. إمم. وفي نفس ما هو ده بقى اللي إحنا بنتكلم فيه الوَش. الوَش ده، أيوه، أيوه. خلاص، فبالتالي أنتِ طول الوقت في حاجات، أنا مطلوب منِّك حاجات ما أعرفش مين اللي عملها، أيوه. بس مش عارفة مين اللي حطّها، بس هي مطلوب حتى مع الولاد، يعني مطلوب إنه يبقوا بيتمرّنوا 50,000 حاجة، ليه مين قال ليه، ليه؟ ما حاجة، بالضبط. بنختار حاجة. تحسّي أنتِ في competition مع حد مش عارفة هو مين وكُلّنا بنشتكي، ما يعني والدنيا سريعة أوي. إمم. فبالتالي هي دي برضه نوع من أنواع إن إحنا نشوف حد يساعدنا. يعني الواحد إنه يشوف حد يساعده، فابتديت أشوف حد يساعدني، ينزّل معايا posts ونكتب مع بعض إمم. حاجات وكده، إن ما يبقاش دي مسؤوليتي أنا لوحدي. أنا عايزة لمّا أبقى ما باشتغلش أبقى قاعدة مع العيال، أنا عايزة أبقى أو قاعدة منتبهة لأهلي وعيلتي وكده، أبقى إمم. عايزة مثلًا يعني. لأ، هي كل حاجة بسرعة. إحنا كام التمارين اللي إحنا بنودّيها للعيال
إحنا ما اتمرّناش يعني كُنّا بنتعلّم العوم، السباحة، خلاص بقينا نعوم، ما خلاص ما بقاش في تمرين. هو حتى دلوقتي أصلًا العوم يعني كنا بنتعلمه في شهر وبنخلّص، ما أعرفش هو أيوه، ليه الموضوع طوّل أوي بيقعدوا بالضبط. كتير أوي. بس فهو لأ، هو الموضوع يعني أنا كنت لسه قاعدة مع واحدة مع في التمرين، فقاعدة بنتكلم وبعدين مرة واحدة قُلت لها: "أنا مش عارفة فعلًا، أنا حاسة أنا باجري ورا نفسي ومن كتر الوَش أنا بنتي لمّا بتيجي تتكلم اللي هو في السن اللي هو حبايبي عايزين يتكلموا 24 ساعة، بابقى مش قادرة وبابقى باركّز في الشغل مثلًا فباقول لها: "أنا عايزة اسكتي بس دلوقتي أنا مركّزة في حاجة." فباقول لها: "أنا مش عارفة بنتي لمّا تكبر هتفتكر إن أنا كنت بالِف معاها على التمارين والّا هتفتكرني إن أنا ما كنتش باسمعها؟" آه، مش آه. عارفة يعني ساعات بتحسي هو إحنا ولادنا هيفتكروا لنا إيه؟ بُصّي، أنا مقتنعة بحاجة خلاص، إن الأم أم. إمم، مهما يعني ساعات كنت أقعد أقول بس أنا ما قعدتش كتير معاهم الأسبوعين اللي فاتوا دول، كان عندي شغل كتير أوي وكده، أنا خايفة ده هُم بيبيهات، هينسوني. إمم، لأ، كانت أختي تقعد تقول لي: "لأ، هي الأم أم ما تقلقيش." الأمومة، خلاص، فهي الأم أم فعلًا، وبعدين إحنا اللي بنبقى ضغط يعني هي الحياة صعبة، و وزي ما بنقول بنلِف حوالين نفسنا وكل حاجة كتيرة أوي وتمارين كتيرة ومسؤوليات كتيرة وحاجات كتيرة، بس في الآخر إحنا بنحاول نعمل كل الحاجات دي، حتى لو إحنا بنيجي على نفسنا وإن إحنا بنبقى في الآخر مضغوطين وده آخر اليوم، بس بنعمل كل ده. أكيد هيفتكروا لإن إحنا في الآخر إحنا سمعنا شوية من القصص. إمم، مش كل القصص لمّا رجعوا من أيوه المدرسة، صح، وحاولنا إن إحنا نطلّع بقية الحكايات، حاولنا إن إحنا نوصّل التمرين وكل كام مرّة نحضره، وفي نفس الوقت نبقى يعني إحنا بنحاول أوي، إمم، أوي. عندِك مشكلة تانية، إن لو جالِك إحساس إنِّك شمعة تحترق إمم، من أجل كل الآخرين اللي حواليكِ، أوكي، وإنِّك مش عارفة تعملي إيه. هو في الآخر خالص مش هيحصل حاجة غير إن أنتِ هتبقي drained أنتِ هتحترقي فعلًا. وإن الشمعة دي هتحرقِك أنتِ، أوكي؟ أيوه، دي إنما أنتِ طول الوقت لو بصيتِ عليها زي الكلام اللي هو كلّه positive إنِّك بصيتِ على نُص الكوباية المليان مليان والحاجات دي، لأ هتقولي إن ده العادي ودي الحياة ومش دايمًا طبعًا كلّنا بنبقى قادرين نبُص بطريقة يعني إيجابية أوي كده، بس معظم الوقت إن إحنا لازم نبقى نبُص بالطريقة الإيجابية، يعني حتى الأغاني اللي هي بيبقى فيها إن الدنيا بايظة وإن مش عارفة إمم، إيه والكلام ده كلّه، أنا ما باحبش إن أنا أقعد أغنّيها، أيوه لإن بتattract الvibes والله فعلًا أيوه بجد. فعشان كده لمّا بتحسّي إن أنتِ شمعة تحترق من أجل الآخرين، فأنتِ هتبقي دايمًا ما عندكيش رضا، هتبقي دايمًا حاسة إن ما هو عشان أنتِ يعني مغلوبة على أمرِك وهتعملي إيه وكده، لأ أنتِ مش مغلوبة على أمرِك والناس وما كلّها حدش طلب كده. منِّك أصلًا، هو أنتِ لو ركزتِ كده هتلاقي إن ما حدش طلب منِّك إنِّك تحترقي من أجل حد. بالضبط، هي آه، الناس كلّها كده والناس آه، كلّها شغلها صعب، ما أي حد بيشتغل في أي حاجة بيبقى عنده صعوبات شغله، إمم، بزحمة الطريق، بالولاد، بالكلام ده كلّه. هي الفكرة بس إن إنِّك بتقرّري إنِّك هتعملي ده، فهيبقى أسلوب حياة، فهتتعوّدي عليه. إمم، وفكرة إن الواحد يبقى باصص لها إن أنا مش باعمل ده علشان حد أو إن أنا مستنية طبطبة من حد، لإن أنا لو حسيت إن أنا هاعمل إيه بقى خلاص ما هو ده نصيبي وما عنديش option تاني إمم، والكلام ده كلّه، فأنا مستنية إيه، مستنية حد يقول لي طيب برافو عليكِ، ياه أنتِ خطيرة، أنتِ طيب حد جه قال لي كده، ممكن 5 دقايق هابقى حاسة إن أنا تمام أوي، أنا شافوني إن أنا كده، وبعدين خلاص. وبعدها لأ هيفضل عندي الإحساس ده، إمم، فهو مش المفروض أصلًا يبقى عندنا الإحساس ده. هو إمم. المفروض إن إحنا مش مستنيين مش مستنيين تصديق من حد أو حد يقول لنا أنتِ كويسة والّا مش كويسة أو برافو أو مش برافو، يعني مش بالضبط، محتاجين. هو إحنا يعني بالعكس أنتِ فكّري إن ده أنتِ ماشية بتعملي إيه والsteps إيه والدنيا تمام بالعكس هي ماشية organized حتى لو ما لحقتيش حاجة، لأ هتلحقيها المرّة الجاية، لأ ما هو ما حدش بياخد كل حاجة، دايمًا أقعد أقول كده، إمم، ما هو ما حدش بياخد كل حاجة، مش هاعرف أعمل كل حاجات نفس إمم، الوقت، مع إني طول عمري بابقى عايزة أعمل كل حاجة، إمم، بس مش هينفع، باحاول أعمل اللي هينفع. وما ابقاش زعلانة،
وما بقاش حاسة إني شمعة أحترق من أجل الآخرين، لأن الآخرين ولا هيعبروني. إمم. بالضبط. دلوقتي إحنا اتكلمنا عن الحتّة بتاعة يعني أنا حاسة إن إحنا الضغط ده اللي إحنا مش عارفين هو جاي منين، بس يعني ممكن السوشيال ميديا، ممكن من الناس اللي حوالينا، بس يعني لسه الحتّة بتاعة بقى الأمهات اللي بتشتغل باصين للأم اللي ما بتشتغلش، والأم اللي ما بتشتغلش باصة للأم اللي بتشتغل إن هي مقصّرة مع أولادها، يعني بتحسّي في الحاجات دي في الدايرة اللي حواليكِ؟ لسه في الحتّة الjudgemental دي؟ بُصّي، يمكن كنت قبل كده الحتّة الjudgemental دي بافكّر فيها في حاجات كتيرة أوي، بس آآ يعني أنا جوزي علّمني إن أنا ما أبقاش judgemental على الناس، وعلّمها لي بطريقة indirect. إمم. كنت ساعات آجي أقول له: "بُص مش عارفة مين عملت إيه، إزاي تعمل كده، وإزاي إمم. يعني هو وإزاي راحت بعدها إيه وقالت إيه وخرجت فين وعملت إيه." فالاقيه مش بيتفاعل معايا خالص، إمم. فيقول لي: "يمكن حصل كذا." خلاص، مرّة تانية، "شُفت مين رَد إزاي وقال إيه وما جاش وإيه." "يمكن كذا." فابتدي أتخانق معاه إن ما تاخد وتدّي معايا في الكلام، يعني يعني بيشجعني كده. آه. خلاص، فكنت في الأول بافتكر إن هو يعني مش مهتم أبدًا لحكايتي التافهة، إمم. خلاص اللي أنا باحكيها، بس مع الوقت هو دايمًا بيبرر، فابتديت أقول له: "أنت دايمًا بتبرر للناس، إمم. أوكي، بتدافع عنهم ليه؟" إمم. فأنا ما أعرفهمش، كان بيرد كده ممكن يبقى ناس ما يعرفهمش أصلًا، فيبتدي يقول لي: "أنا ما أعرفهمش، أنا مش بابرر لهم ولا بادافع عنهم، إمم. بس ممكن يبقى دي ظروفهم." ممكن أنتِ بجد مع الوقت من غير ما هو يبقى قاصد، فأنا ابتديت أبرر للناس، آآ، فيمكن ساعات ما بقيتش آخد وأدّي مع حد وهو بيشتكي لي من حد وبقيت إيه أبرر كده برضه، لإنِّك ما تعرفيش ظروف كل حد ما فعلًا، ما حدش عارف ظروف اتحطيتيش حد. في إمم. في موقفه. ف يعني ساعات باشوف أمهات بيبقوا مش بيشتغلوا ومش بيحضروا التمارين. آه. خلاص، فبابتدي أهدّي نفسي إن تمام أهي مش عشان أنا مش مقصّرة عشان أنا باشتغل باشتغل بالضبط. والّا هو أنا اختيار هو ما هي يعني ما آه. راحتش أهي صاحبتنا، إمم. ما بتروحش، إمم. بتوصّل وتمشي، أوكي. عادي يعني، إمم. ما يعني اهدي، ما إمم. هو لازم تتكلّمي مع نفسِك وتهدّي نفسِك، إمم. بدل ما تشعللي نفسِك أو تأنِّبي نفسِك أكتر، لإن إحنا بنأنِّب نفسنا أوي، إمم. مش هتوصلي لحاجة مقتنعة إن دايمًا سِت ناجحة وأم وكده، إيه أهمية إن زوج يبقى supportive أو بيساندك في الcareer بتاعك أو بيشجعك؟ بُصّي الحمد لله ما شاء الله. ليه قولي ما شاء الله كتير. آآ بُصّي والله لأ، هو بيعمل لي support جامد أوي في الشغل، بصراحة عيلتي كلّها. بس آآ بالذات إن هو شغله كمان أنتِ بتقولي طيار، يعني هو طيار، يعني بُصّي طيار يعني وstylist أنتم الاتنين بجد في إحنا كل حتة. بنسلِّم البيت لبعض، هي إمم. دي بتبقى الmission إمم. إن إحنا البيت نسلِّمه لبعض، يعني ولو مش نافع نسلِّمه لبعض، بيبقى مثلًا طيب برضه زمان أيام ما كان الولاد أصغر شوية إمم. يعني ولادي، طيب يبقى بُكرة العيال دي كلّها رايحة عند أختي، العيال دي كلّها رايحة عند حماتي، كده. أوكي. ف فما هي لازم الدنيا تمشي، إمم. مش هنفضل قاعدين في بس المهم إن هو البيت. يكون مشجّعِك، ما هو أنتِ ممكن في رجالة كتير أوي بالعكس هي بتحُط عليكِ بقى ضغط، وهُم اللي بيحسّسوا أصلًا الست بتأنيب الضمير. ده حقيقي، بصراحة لأ، هو بيsupport جدًا، جدًا، و وأنا باحاول دايمًا من ناحية إن إحنا نبقى حاسين إن إحنا مقصّرين وكده، فباحاول دايمًا إن أنا أبقى مش مقصّرة، باحاول إن أنا مثلًا يعني أبقى واخدة بالي كويس أوي إن ده مش معناه إن أنا أبقى راجعة تعبانة وكده، ده مش معناه إن أنا أبقى راجعة قاعدة ساكتة ومش قادرة وعندي صداع وكده، يعني أبقى حريصة بابقى واخدة بالي إن أنا أبقى حريصة على حاجات ممكن تبقى تافهة وصغيرة، بس هي لذيذة وتبيّن إنِّك مهتمة، إن مثلًا دايمًا يبقى في أكلة هو بيحبها، إمم. عاملاها له مخصوص، إمم. أوكي، وأقعد أسأله طَب عايز تاكل إيه أو كده، حتى لو مش أنا اللي هاطبخ، بس خلاص؟ فكّرتِ فيه يعني. أيوه، أيوه، كل الحاجات دي ما هي دي حاجات بتخلّي اللي قدّامِك يحس إن أنتِ يعني إن هو مش مهمل ومش إمم. مهم وكده، فبالتالي
ما ينفعش تبقي إنِّك بتاخدي بس، ما هو لازم هات تبقي وخُد. بالضبط هات وخُد، تبقي giver وهو يبقى بيaccept وياخد والحياة تبقى عاملة كده. آآ لازم أبقى أبقى مثلًا أراعي لو في حاجة فيها سفر، لو في حاجة فيها كده، فابتدي أقول له أنا عندي كذا، بس أنا مش عارفة هينفع أروح والّا لأ، حتى لو أنا عارفة إن هو هيقول لي روحي، بس اللي هو ما تبقيش خلاص واخداه for granted، اللي هو يعني إنه موقّعانا، اللي هو الحاجة نديّة كده، اللي هو يعني إحنا مش داخلين خناقة. مش داخلين خناقة وإنِّك لمّا بتاخدي أي أصلًا علاقة for granted بتبوظ، إمم. سواء صاحبة، أخت، جوز، أي حاجة. آمم، عمرها ما هتستمر، لإن أنتِ في الآخر هتبقي خلاص موجود، فبالتالي غصبٍ عنِّك في اللاوعي مش هتعملي حاجة، مش إمم. هتعملي أي effort. صح. بس هي أي علاقة محتاجة محتاجة effort، محتاجة تفكير في بعض، حتى لو حاجات صغيرة جدًا، قد إيه بتفرق. زي ما لو صحيتِ من النوم لقيتِ حد باعت لِك message حلوة. إمم. يعني فهتحسّي إن إيه ده فاكرني، دي فاكراني، دي كده. ف فبالتالي لأ، يعني باحاول دايمًا بقى إن أنا أبقى يعني أرُد الsupport ده بطريقة لطيفة، بطريقة أخرى أيًا كانت، باقول لِك في الأكل، في أي حاجة، حتى لو حاجات تافهة لذيذة يعني. هو أنتِ كل الحاجات اللي قُلتيها اللي هو يعني إنه quality over quantity، هو الموضوع إنه حتى لو حاجات بسيطة، حتى مع الولاد، حتى ما في كل حاجة، هو مش بعدد الساعات، مش بالحاجات، هو بالتفكير، بإنِّك تكوني فكّرتِ قضّيتِ وقت حتى لو ساعة في اليوم مع الولاد، بس الساعة دي استمتعتوا بيها، فهي أحسن من 10 ساعات قاعدين ماسكين الموبايل وما بنكلّمش بعض، فهو دي الفكرة. والله هي فكرة إنِّك برضه إنِّك بترتّبي نَفْسِك وبترتّبي أولوياتِك. هاقول لِك حاجة، أنا بانسى، ساعات كتيرة أوي بانسى، دايمًا أكتب في الnotes، باكتب إن أنا لو بُكرة هاكلّم حد في التليفون، إمم. فباكتب إن أنا هاكلّم حد في التليفون call كذا. وإن مثلًا إن بُكرة هنبقى مثلًا هاخد بالي إن إحنا نتغدى الساعة كذا مع إيه، فإني أمشي إيه، فأخلّي الfitting الساعة كام، ده لو في الأيام اللي هي أنا متحكمة في وقتي. في أيام تانية أنا مش متحكمة في وقتي، فابقى باحاول إن أنا أبقى عاملة حاجة في عدم وجودي، إمم. whatever إيه، إن أنا يعني فكرة بقى إن أنتِ ترتّبي نَفْسِك، ترتّبي أولوياتِك. فأنتِ مثلًا بقى لي يومين عندي شغل كتير أوي، ما عرفتش أزوّغ في النُص إن أنا أشوف الولاد قبل ما يناموا، إمم. بتحصل باليومين. آآ أول حاجة بابتدي أهدّي نَفْسي، أقول صحابي ساعات بيبقى عندهم launch في whatever إيه real estate بيشتغلوا فيه، بيقعدوا عاملين كده برضه. إمم. تقفيلة البنك بتاعة صاحبتي كذا بتقعد برضه ومش عارفة إيه، إمم. مش الشغلانة بتاعتي هي بس، كُلّنا كده. أوكي. خلاص، فابتدي أهدّي نَفْسي إمم. وابتدي أفكّر إن أنا طيب الأجازة الجاية طب ما نروح نتغدى مع بعض مش عارفة فين، بيحبّوا إيه، أو أجيب لهم آيس كريم منين، أو نطلع على أهلي وبعدين نحاول نروح لأهله هو، يعني إمم. فكرة إنِّك تقعدي ترتّبي نَفْسِك، ترتّبي أفكارِك، وتكتبيها، لإن الواحد بينسى من كتر الوَش والدوشة اللي إحنا فيه. إمم. أنا باقعد أكتب، إمم. باقعد أكتب بُكرة هاعمل كذا، وبعد بعد بُكرة كذا، و وmonday 30 في الشهر، وده حقيقي monday ده يوم واحد باين والّا حاجة كده إمم. خلاص. إن هاروح كذا أعمل إيه، إمم. يعني فده لوحده بيخلّيكِ تحسّي إن الدنيا تحت سيطرتِك، إمم. حتى لو هي مش تحت سيطرتِك ولا حاجة، إمم. بس ده بيهدّي الواحد شوية، بيهدّي الواحد. آه. ما تبقيش حاسة إنِّك يعني مُجبرة. إمم. حلو أوي. طب عايزين نتكلم عن الحتّة بقى اللي هو بتاعة شغلِك بقى، يعني أنتِ بتشتغلي مع ستات، وإحنا بنشوف بقى تأثير السوشيال ميديا على البنات وكل حاجة، إنه إيه ده، الله! الcelebrities والناس دي هم إزاي perfect كده، وبيبتدي بنقول إنه بالعكس ده بيعزّز حاجات insecurities عند البنات، اللي هو أنا إزاي أنا عمري ما هابقى perfect كده، عمري ما هابقى شكلي خطير. هل هم أصلًا اللي أنتِ بتشتغلي معاهم، هم بيبقوا شايفين نَفْسهم كده؟ يعني الحتّة بتاعة الself image والحتّة بتاعة أنا خايفة شكلي عامل إزاي، طب كده إحنا بنبقى حاسين من الصورة اللي بتتصدّر لنا، إيه ده، ده أنا عاوزة أبقى زي X والّا Y والّا أنا عايزة أبقى دي لإن هم ما فيهمش غلطة.
بس هو ده حقيقي هُم بيبقوا شايفين نَفْسهم والّا الحتّة بتاعة الself أول doubt دي حاجة موجودة؟ بُصّي، أول حاجة أصلًا دلوقتي البنات كلّها بقت صواريخ، بقت حلوة أوي، بقوا حلوين أوي خلاص بجد. أيوه، وبعدين كلّنا وإحنا في أعمارنا اللي إحنا فيها دلوقتي مش زي زمان خالص. يعني يعني شكل أي واحدة وهي عندها حاجة و40 سنة بيبقى أيام شكلها أمي كبير أوي، ما كانتش كده خالص. خالص أيوه. ف فدلوقتي كل البنات أصلًا بقوا مهتمين جدًا، جدًا بنفسهم، باختلاف الفئات والأعمار والأشكال إمم، وكل حاجة، كُلّه بقى مهتم بنفسه، وكُلّه بيلبس على الموضة وبسبب السوشيال بسبب ميديا، السوشيال ميديا بالضبط. وكُلّه عنده تيك توك وإنستجرام ومش عارفة إيه وسناب شات وكل الحاجات دي، فمتابعين كل حاجة. ف وكلّهم عايزين الأكتر والأحلى ونزوّد رموش ونعمل نعمل كل إيه حاجة، أيوه، أيوه. ونطوّل الشعر وكل حاجة. إمم، طبعًا، طبعًا الناس كلّها بتبُص على الcelebrities ويقلّدوهم لو عاملين حاجة حلوة، لو إمم، شكلهم حلو، لو كده. وهنا بقى فكرة إن الcelebrities اللي أنا باشتغل معاهم هم ممثلين، هم مش models، إمم، فهُم أصلًا ناس عادية. إمم. هم لو models بيبقوا perfect perfect بقى، ده شغلهم. إمم، إمم، فدول ممثلين، دول دايمًا حتى بنتكلم وقت المهرجانات، إمم، إن هُم لمّا هييجوا يلبسوا مثلًا فستان أو حاجة، أنا بابتدي أفكّر الفستان ده هيليق عليها إزاي، أنهي فستان هيحلّي جسمها، هيبقى حلو، لإن كلّهم بطبيعة البني آدمين كلّنا عندنا ديفوهات إمم، كده، فهُم في الآخر هُم مش perfect ولا حاجة، إمم، هُم زيّهم بني آدمين عادي زي كل الناس. بس شُغلانتي من ناحية لو إحنا في حاجة كfashion وbeauty إن إحنا نظهر ده بشكل حلو لايق على كل واحدة، إمم. ولو حد عنده ديفو نحاول نخبّيه، خبّيها بجد، نداريه، بالضبط. الحاجات دي كلّها. في الأفلام وكده طبعًا ده بيبقى على حسب الشخصية، وكمان لو في ديفو أو في حاجة إمم. عند راجل، عند ست أو حاجة ما اظهروش. يعني أنا كان قصدي إن هو الحتّة بتاعة إنه يعني أعتقد الحتّة بتاعة إنه كمان الممثلين زمان كُنّا بنشوفهم مرّة أو مرّتين يعني إمم، في الحاجات اللي هو بتاعة السينما، بس فكرة إن هم بقوا موجودين على السوشيال ميديا آه، والبلوجرز والinfluencers بقى بيحسّس طول الوقت البنات العاديين إنه آه، بالضغط، بالضغط. وهو الموضوع مش كده، يعني هو الموضوع آه، مش كده، وما فيش حاجة عيب إن هم يبقوا مش كده، يعني هو مش المفروض من البني آدم إن هو يبقى أيوه، أيوه. perfect يعني هو دي مش لازم أصحى من النوم وشعري مش يعمل هيعمل كده كده منكوش بس حلو أوي بالضبط، كده، يعني خلاص هم بني آدمين عادي وال وفيهم flaws وفيهم آه، آه، أيوه، أيوه، ما هو ده ضغط والله ده أنتِ عارفة إن هو الحاجات دي فعلًا يعني عند الدكاترة النفسيين وكده، ساعات يقولوا لِك ابعدي عن الحاجات دي لإنها بتأثّر هي بالسلب بتأثّر على طبعًا، نفسيتِك، لإنِّك غصبٍ عنِّك بتعملي مقارنة، مقارنة بقى بالشكل اللي هو كإنه I woke up like this خلاص ماشي. لسه صاحية من النوم بالضبط. لأ فغصبٍ عنِّك بتعملي كده، إحنا بنات فدي هرموناتنا، هرمونات فدي هو طبيعتنا. حتى شكل وlifestyle وطريقة هو آه. يعني وخدت القهوة فين وعملت آه، إيه وطلعت بعدها على إيه، وركبت العربية عاملة إزاي وعملت shopping منين، وأنا أصلًا مفحوتة حالًا طول اليوم في الشغل مش لاحقة أشرب كوباية مَيّة. فطبعًا بعد كده لمّا هتتفرّجي على ده هتبقي حاسة إنِّك أنتِ مش عايشة، فاهمة؟ هيخلّيكِ ناقمة على حياتِك طول الوقت، ناقمة على حياتِك وعلى الحاجات دي كلّها، بس مش حقيقي، مش حقيقي خالص ده يعني ما هو ده دي وحاشة السوشيال ميديا إمم، في ده. بس متهيأ لي دلوقتي بقت الناس عندها وعي أكتر من 3 سنين فاتوا، إمم، يعني مدة مش كبيرة اللي هي 3 سنين، بس دلوقتي بقوا مفهمين الناس وإحنا كبنات إن ده يعني هنهزر بقى، أنتِ يعني أيوه. قايمة كده يعني من النوم، أنتِ في الgym بحلاوتِك دي بحلاوتِك دي أيوه، أيوه. هو في منهم الصراحة بيبقوا حلوين في الgym برضه في 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 الصراحة، بس يعني بس هي متهيأ لي إنه من بعد الكورونا بيتهيأ لي بقى عشان بقى في بعد الكورونا يعني إيه؟ كلنا اتصورنا ببيجامات تقريبًا أيوه. فاللي هو بقى في يعني تمثيل أكتر للناس عادية بقى، اللي هو يعني عادي بقى إنه low content أنا شكلي كده إمم. وإنه عادي وده مش حاجة ودي حاجة صحية، أنا شايفة إن هي حاجة صحية الصراحة. أيوه طبعًا، هي إمم، حاجة صحية وحاسة إن بالعكس دلوقتي يمكن كان بقى في كمان
فكرة إن إحنا الجمال الطبيعي إمم، وإن إحنا نبقى معتمدين على الطبيعة، وما نبقاش لا شكلنا over ولا جسمنا over ولا يعني يمكن على حسب الموضات. على فكرة الموضة دي بتبقى من زمان أوي، إمم، من زمان زمان يعني. فيمكن دلوقتي الموضة إنِّك تبقي more natural، هو ده الأحلى. إمم. عايزين موضة التخن بقى ترجع تاني. التخن يرجع تاني. آه، تبقى لذيذة والله دي. اسكتي، لأ هُم كل الناس دلوقتي خاسة، كل الناس واخدة الحاجات آه، وخاسة. يالّا الحمد لله. يعني أنتِ بتتكلمي في إيه؟ بالضبط. ما كل ما يخسّوا أول ما كل الناس تخس بقى ترجع موضة التخن بقى، فيبقى ده المقلب بقى. صح؟ قضينا عليهم. والله. طب قولي لي كده، عايزة آخد منِّك يعني أسئلة كده، يعني إيه العلاقة اللي تقولي لي عليها إنِّك في علاقة صحية؟ إن الواحد يبقى في علاقة صحية، إن هو بُصّي، أي علاقة هي إحنا طبعًا بنتكلم على علاقة ما بين راجل وست. راجل وست. لازم الراجل يبقى فاهم كويس أوي إن هو مش في العلاقة دي ضيف، وإن هو مش جاي علشان بوجوده، إمم، ووجوده كفاية. إمم، فلازم يبقى عارف إن وجوده حلو أوي وكل حاجة، بس مش بس كده، إمم، لأ، إن هو شريك أساسي في أي حدث وفعل هيحصل. إن هو يشارك فيه بمجهوده، بفكره، بكل حاجة. يعني إن زي ما بنقول أي علاقة فيها ما يبقاش فيها حد هو اللي giver بس والتاني هو اللي taker. لأ، لازم الاتنين يبقى مع بعض بنفس الطريقة، يا إما اللي بيدّي بس هييجي له وقت ومش هيكمّل. إمم، ولازم كمان الأدوار تبقى مضبوطة. تبديل الأدوار. تبديل الأدوار ده بيحصل في علاقات كتيرة جدًا، سواء ما بين راجل وست، إن هي تبقى أنا باعرف أعمل كل حاجة على فكرة، وأنا أصلًا كنت مُعتمدة على نفسي وبتاع وكده، فأنا تمام، أنا هاعمل كل المشاوير، إمم، وأنا هاعمل كل الحاجات، وهاعمل كل حاجة للعيال، وهاعمل كل حاجة وكده. ففي الآخر هي هتكره عيشتها، وهتكره الراجل، وهتكره كل حاجة. فهنا بتبقى الأدوار اتبدلت، زي الأدوار حتى بتاعة ساعات الإخوات. إمم، أوكي، إن تبقى مثلًا أخت كبيرة تبقى هي أم إمم، لإخواتها التانيين. آآ طبعًا، طبعًا الإخوات لازم يساعدوا بعض، أوكي، إمم، بس في حدود المساعدة وفي حدود الدور بتاع كل حد، إمم، إن الصغيرين حتى كمان يساعدوا الكبار، بس الأدوار ما تتبدلش في أي علاقة. إمم، حتى علاقة الصحاب، إن يعني أنا باشوف كده يعني. يعني ما تشيليش شيلة مش شيلتِك يعني، مش اللي هو يعني. ما تعيشيش في دور إمم، المنقذة إمم، مع أصحابِك. أنتِ مش دورِك إنِّك تنقذيها طول الوقت. إمم، بالعكس، أنتِ بعد كده هتُقعي معاها ولا هتنقذيها، ولا يعني ما تبقيش أنتِ طول الوقت بتنقذي أو البتاع أو كده، إمم، وما تبقيش طول الوقت أنتِ الضحية. إمم، ويعني هو التوازن، وإن أنتِ يبقى عندِك الوعي بتاع دورِك إيه في العلاقة. ولو اللي قدّامِك مش فاهم، فبالتالي أنتِ بتحاولي توصّلي messages وتحاولي تخلّيه يشارك ويعمل، وكل واحد ياخد دوره وكده. مش إنِّك خلاص تقومي بالدورين أو إنِّك تعملي حاجة. إمم، آآ يمكن أنا عندي account على الإنستجرام تاني، بابقى دايمًا فيه كل اللي أنا باقوله ده. الaccount ده عاملة له follow بقى لكل الحاجات اللي هي باقعد أقرا كتير أوي، لإن زي ما بنقول إحنا الtraumas بتاعتنا وإحنا صغيرين طلعت إنها بتبقى موجودة في الgenes أو في بتاعة الأهل والجدود وكده، وكمان الضغوط بتاعة الدنيا والحياة. ف بتخلّيكِ دايمًا معظم الوقت بتبقي مضغوطة، مضغوطة إنِّك الدنيا زحمة، إنِّك ما لحقتيش، إنِّك عندِك شغل، إنِّك ما لحقتيش تعملي الأكل، هتسخّني إيه، هتعملي إيه، العيال، المذاكرة، الكلام ده كُلّه. الحاجات اللي هي بتقعدي تقري فيها دي بتاعة إنِّك إزاي تتعاملي مع الأمور وتتعاملي مع الناس، وإزاي إن كل واحد ياخد دوره مضبوط، وإنِّك إزاي بالراحة وبالكلام توصّلي للي قدّامِك اللي أنتِ عايزاه. وإن يعني دي أكتر حاجة بتضبط العلاقات. اللي هو الحوار، يعني الحوار السليم، يعني تعرفوا إزاي تتكلموا مع بعض.
تتكلموا مع بعض وإن اللي قدامِك يبقى عنده تقبُّل لكلامِك، إمم، و وإن أنتِ تبقي هادية، إمم. ما تبقيش على الedge إنِّك آه، وإنه يفهم كلامِك، يعني ساعات بنقول إنه أهمية الحوار والكلام ده كلّه ماشي هو بيسمع أو أنتِ بتسمعي، بس هي ما بتدخلش، يعني ما بتفهميهاش، ما بتفهميش اللي آه، قدامِك بيقول إيه، فما طبعًا فيش حاجة مش بتحصل، ممكن نبقى النتيجة ما بتحصلش. مشغّلين أغاني آه، وأنتِ يعني بتتكلمي أنا بس أنا سمعت ماشي أوكي، نفس الحاجة بتحصل تاني لإنه هي ما أنت ما فهمتنيش أو أنتِ ما فهمتنيش. أيوه، ما هي العلاقة بقى لازم عشان كده باقول لِك لأ، هي علاقة متبادلة متساوية. إمم، ما فيش حد عنده حاجة أكتر من التاني على فكرة، وما فيش حد عنده إن أنا يعني أنا اللي هاعمل ده أكتر وأنتِ اللي هتعملي ده أكتر أو كده، لأ هي عشان الدنيا تمشي. حلو جدًا. آه، طيب حاجة نِفْسِك بنتِك تتعلمها أو نِفْسِك تطلع يعني فيها؟ بنتي إمم، حاجة نِفْسي تعملها، نِفْسي تعمل اللي هي هتبقى حاسة فيه سعيدة ومبسوطة تعمله. حلو. يعني يعني نِفْسي تعمل ده، نِفْسي لمّا تبقى عايزة تقول حاجة تعرف تعبّر إمم، عنها وتقولها، يعني ده يعني البنتين والولد، إمم، لإن مش كل الناس بتعرف تعبّر دايمًا عن اللي جواهم، إمم، ودي حاجة مهمة أوي وبتفرق أوي، إنِّك لو جواكِ حاجة وعبّرتِ عنها للي قدّامِك، ياه! دي ساعات بتحل حاجات، وساعات بتنقذ علاقات إمم. رهيبة. فنِفْسي إن هُم دايمًا يعرفوا يعبّروا عن اللي جواهم ويعملوا اللي هُم باسطهم يعني، يبقوا سُعدا. هاسألِك أسئلة بقى كده يعني آخُدها سريعة أو أسألِك سؤال وتقولي لي الإجابة على طول. ماشي. الحُب بالنسبة لِك إيه؟ ياه! أنا باحب الحُب أوي. بجد أنا باحب الحُب أوي. يعني باحب أي حاجة. إمم، يعني باحب أوي أقعد يعني بابقى قاعدة جنب إخواتي، قاعدة ماسكة إيديهم وباحب أحضنهم وكده عيالي، بابايا أقعد على رجله وكده، وجوزي أقعد وأمسك إيده فيقعدوا يقولوا عليّا إن أنا ملزقة خلاص، وهو أصلًا ما بيعبّرنيش، هو بيبقى باصص فوق كده والله بجد باحب الحُب أوي يعني. طيب الأم بالنسبة لِك أو الأمومة. الأمومة آمم يعني الأمومة دي حاجة صعبة أوي، دي حاجة صعبة جدًا، 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 جدًا. ومسؤولية فظيعة. يعني يعني على قد ما أنا كان نِفْسي أخلِّف جدًا، جدًا، جدًا أول ما اتجوّزت، وفرحت أوي، أوي إن أنا حامل وكده، ويوم ما الدكتور قال لي إن أنا تاني يوم هاولد، اكتئاب بقى لغاية ما ولدت بعدها بشهور، لإن إيه ده أنا هاعمل إيه؟ و وقعدت كتير عقبال ما فهمت أعمل إيه، لإن ما لهمش غيرك. يعني هو ده الحُب الحقيقي فعلًا unconditional love سواء أنتِ تجاه أطفالِك أو هُم. آمم، آمم، بتخافي على نَفْسِك جدًا عشان عيالِك، أحاسيس كتيرة صعبة أوي. آمم أنا يمكن كمان برضه يعني فكرة إن مامتي كان ما شافتنيش وأنا باتجوّز، ما شافتنيش وأنا باخلِّف، ما شافتش عيالي، ما كان نِفْسي أوي إنها تبقى موجودة معايا تشوف كل ده. آمم باحاول بقى طول الوقت إن أنا أبقى متواجدة مع الولاد زي ما هي كانت متواجدة معايا، باحاول إن أنا زي ما هي كانت بتعمل إن أنا أعمل، أنا كنت مرتبطة بيها جدًا، جدًا، يعني بشكل رهيب، كنت لازقة فيها. إمم، ف فأنا لازقة في عيالي كده بالشكل ده، مع إني أبان إن أنا عادي وكده، لأ، بس أنا بابقى يعني بشكل رهيب. الأمومة لأ، يعني مسؤولية رهيبة إنِّك تربّي ناس ويطلعوا يعني أطفال، يطلعوا بني آدمين بقى كبار، تبقى ناس سوية، تبقى ناس ملتزمة، يبقى عندهم مبادئ، لإن بنشوف حاجات كتيرة غريبة اليومين دول.
مجهود رهيب إن اللي بتعمليه، مجهود رهيب إن في أطفال كتيرة بيقابلوها ما بتبقاش شرط إنه هي نفس الفكر، نفس التربية، في عيال كتير أوي اليومين دول بيبقوا so mean. إمم. فإزاي تقعدي تنصحي ولادِك إن هُم يردّوا وإن هُم ما يسكتوش بس بأدب، باحترام، من غير ما يبقى كده، وإن هُم ما يسكتوش على حقهم إن هو ما حدّش ييجي عليهم سواء ولاد أو بنات أو كده، لإن بنات عندهم هرمونات، بالتالي بتقعدي تتكلّمي كتير، 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 كُلّه رغي، رغي، رغي. إمم. الولاد أنا باقعد أحاول أنا وجوزي ندّي له مثال، نعمل إيه، كده آمم فكرة إن هُم لازم يحبوكِ، بس يخافوا منِّك، بس يبقوا يعني الأمومة صعبة أوي، أوي، صعبة أوي علينا يعني بس هي إحساس خطير يعني رهيب، يعني الحمد لله. طيب قولي لي في كلمة كده الأب. آآ الأب العيال بتطلع زي أبوها ومامتها، والأب ده يعني يعني أنا كنت محظوظة جدًا إن أنا يعني محظوظة لغاية دلوقتي إن أنا بابايا راجل مُتفتِّح جدًا، كان بيشجّعني أوي على الشغل وعلى الحاجات دي، الكلام ده كان من زمان أوي، كانش يعني الناس دلوقتي كلّها عايزة تشتغل في makeup artist styling وstylist وكده، ومش عارفة أوكي. إيه والحاجات دي وكده، إمم. وعادي بس وأكيد أنتِ دي لمّا حاجة بدأتِ كانت fun. لسه حاجة مش يعني مش آه، متعارف عليها أوي يعني. كان ساعتها لأ، إمم. يعني كان ساعتها ما هو أنا باقول لِك من زمان أوي اللي هو من 21 أو 22 سَنة، لأ كانت حاجة مش عادية ومواعيد مش مناسبة هُم أصلًا كانوا شايفين إن أنا ممكن ما أبقاش كده هيبقى عندي بيت وجواز وعيال وكده إمم. بالشغلانة دي. بس يعني كنت محظوظة جدًا، جدًا إن هو كان بيشجّعني دايمًا وكده و وراجل يعني مُتفتِّح أوي، مختلف عن ناس تانية كتير يعني. بس حلو ده، يعني باحس دايمًا إنه طول ما البنت في حياتها نموذج أب يعني مدّيها الحب والحنان ومحسّساها إنها حاجة كبيرة، ده بيأثّر دايمًا على اختياراتها، يعني لو أب محسّس بنته بقيمتها وإن هي كبيرة وإن هي حاجة مهمة، عمرها ما هتدوّر على الحب برّه أو هتُقع في أي صح، حد. معاكِ حق. يعني دايمًا كان ناس كتيرة أصحابي أو كده، بيبقى نِفْسهم مثلًا إيه، يتجوّزوا عشان يروحوا السينما midnight إمم. وعلشان مش عارفة يعملوا إيه، وعشان يسافروا فين، وعشان أنا الحاجات دي كلّها بالنسبة لي كان باعملها ممكن مع بابايا، باعملها إنه مثلًا هيخلّينا إن إحنا مثلًا نسافر سفرية عارف أنا رايحة فين، مع مين، في الشغل، واثق فيّا، إيه، عارف كل حاجة أنا تحرُّكاتي، فالثقة دي أصلًا بتخلّيكِ إنِّك تبقي واخدة بالِك على نَفْسِك أكتر، إمم. أوكي، لإن يا إمّا هو بعد كده مش هيخلّيكِ تعملي ده، يا إمّا هو بعد كده وهو كمان هو مش حارمك من حاجة، فهو أنتِ مش مضطرة إنِّك تدوّري عليها برّه. بالضبط، ولا مدوّرة ولا مسروعة بقى إن أنا إيه، أروح أدوّر على ده في أي حتّة تانية عند أي واحد تاني، ولا هو مش محسّسني ب ب بقيمتي أو كده، فلمّا أي حد هييجي يقول لي أي حاجة ه هابقى مصدّقاه وشايفة إن هو ده الصح، أو إن أنا أجري أهرب بسرعة على الجواز عشان أخلص، إمم. أو أو تحققي أمنياتِك اللي أنتِ مش عارفة تعمليها. أو أي حاجة من إمم. الحاجات دي. إمم. إمم. إحنا خلصنا. لأ احلفي. والله شُفتِ؟ بقينا ما حسيتش بالوقت هُم قاعدين بيقولوا لي، بس يعني ما حسيتش خالص إن إحنا بقى لنا كتير. أنتِ يا رب تكوني اتبسطتِ. لأ، أنا اتبسطت أوي، أوي، أوي وآمم وكانت experience حلوة أوي وفيها حاجات كتيرة أوي اتكلّمنا عليها. كمان كان آآ عندِك expectations معيّنة، كنتِ متوقعة حاجة وحصل والعكس والّا يعني خالص تمام؟ لأ، بس هي كانت حلوة أوي وكانت مُريحة جدًا، جدًا و وكان نِفْسي أشوفِك أصلًا يا زينب. وأنا كمان أوي بجد. طب لو نِفْسِك يعني لو الناس بتتفرج على الحلقة نِفْسهم يطلعوا بحاجة، يطلعوا بإيه من الحلقة دي؟ بُصّي هاقول لِك حاجة، يعني يمكن لو هاقول حاجة هاقول إن إحنا ما نبقاش واقفين أوي لبعض على الواحدة، إن إحنا نحاول إن إحنا فعلًا نبقى متصالحين مع كل حاجة، وإن إحنا نمرّن نفسنا، هو أنا ما كنتش كده إمم. أصلًا، أنا هو إنِّك بتمرّني نفسِك فبالتالي بتنسي،
فلمّا بتنسي مش قصدي إنِّك تنسي، بس بتنسي الحاجات اللي مضايقاكِ، يعني حتى لو حد عمل لِك حاجة، يعني ما تتنازليش عن حقِّك، بس ما تشيليش وتزعلي وكده، لإن في الآخر هو أنتِ اللي هتتأذي مش هو. أنتِ لمّا هو ولا حاسس ولا هي إمم. حاسة، أنتِ اللي هتفضلي زعلانة، فقد إيه دي حاجة بتريّح، وقد إيه يعني دي حاجة بتريّحِك أنتِ. إمم. وآمم أنتِ قصدِك إن أنتِ تشتغلي على نفسِك طول الوقت عشان تفكّري نفسِك إنه يعني أنا باشتغل على نفسي طول الوقت، واللي بجد مخلّياني أعمل كده، واللي علّمتني كل الحاجات دي يعني هم أخواتي وأختي. يعني ساعات بنقعد نتكلّم مع بعض كلام بيبقى لو حد سمعنا هيقول دول 2 مجانين، قاعدين بيتكلّموا مع بعض على الروح، والله بجد خلاص. وإن إزاي الروح تصفّيها وتنقّيها، فعشان تبتدي تستقبل كل يوم الحاجات اللي موجودة، وإن إزاي وإنِّك لمّا هتيجي لِك حاجات تضايقِك، إزاي توقّفيها تدّيها وإزاي كده. تفكّري إمم. فيها إنها بتبعد وإنِّك شايفاها بتبعد. إمم. فاهمة قصدي؟ باقول لِك يعني كإن 2 مجانين بيتكلّموا مع بعض، بس بجد والله ده التمرين اللي بيفرق، لدرجة إن بعد كده خلاص أنتِ غير إنِّك بتبقي متسامحة، غير إنِّك ما بتحكميش على الناس، فبتختلقي للناس أعذار و وبتطلع ممكن حقيقية. فدي حاجة بتريّحِك أنتِ أصلًا شخصيًا، وبتعرفي إن اليوم يعدّي والأيام تعدّي وتبقي مبسوطة أكتر، ومكمّلة بقى في اللي أنتِ كاتباه علشان هتعمليه بُكرة وبعده والنهارده وكده. إنِّك تعيشي في سلام نفسي يعني ده المهم. سلام نفسي وplan. آه. إمم. مبسوطة أوي بجد، ويعني أنا انبسطت أوي، ومبسوطة إنِّك جيتِ إن قابلتِك، يعني ده highlight of the day بجد. أنا مبسوطة أوي، أوي، أوي. شكرًا، يا رب الحلقة تعجبِك شكرًا، ونشوفِك. شكرًا. thank you. thank you.